الكاف هذه المنظمة المليئة بالفساد والمفسدين تواصل ممارساتها الدنيءة، وأول الضحايا هذه المرة هو إيتو صامويل صديق الأمس في الكولسة، الذي تمت معاقبته ب20,000 دولار كغرامة ومنع من دخول الملاعب ل4 مباريات، فيما تنتظر الجزائر دورها بعد البيان الذي نشرته والذي قالت فيه بأن هناك تحقيق فتح على خلفية ما جرى من أحداث بعد المباراتين، مباراة نيجيريا والجزائر ومباراة الكاميرون والمغرب. بينما اكتفت الفاف ببيانها الذي أيدت فيه المنتخب الوطني، وقالت أنها قدمت شكوى لدى الفيفا ولدى الكاف ضد التحكيم الذي كان متحيزا. على الاتحادية تحرك، فأنديتنا مقبلة على المنافسات الإفريقية وستواجه أندية مغربية، لذلك يجب الحذر والتحرك قبل فوات الأوان.